هذه القصيدة كتبتها امرأة طاعنة في السن بعدما أودعها ابنها وللأسف في دار المسنين. يا مسندي قلبي على الدوم يطريك، ما غبت عن عيني وطيفك سمايا، هذه 3 سنين والعين تبتيك، ما شفت زولك زايرا يا ضنايا. تذكر حياتي يوم اشيلك وداريك، ولاعبك دايم وتمشي ورايا، ترقد على صوتي وحضني يدفيك، ما غيرك احد ساكن في حشايا. واليا مرضت اسهر بقربك وداريك، ما ذوق طعم النوم صبح ومسايا، يا ما عطيتك من حناني وبعطيك، تكبر وتكبر بالأمل يا منايا، لكن خسارة بعتني اليوم وش فيك، واخلصت للزوجة وانا لي شقايا. انا ادري انها قاسية ما تخليك، قالت عجوزك ما ابيها معايا، وخليتني وسط المصحة ونرجيك، هذا جزا المعروف وهذا جزايا، يا ليتني خدامة بين يديك، مشان اشوفك كل يوم برضايا، مشكور يا وليدي وتشكر مساعي، وادعي لك الله دايما بالهداية. حمدان يا حمدان امك توصيك، اخاف من تلحق تشوف الوصايا، اوصيت دكتور المصحة بيعطيك رسالتي وحروفها من بتايا، والنت لا تبخل علي بدعاويك، واطلب لي الغفران وهذا رجايا، وامطر تراب القبر بدموع عينيك، ما عاد ينفعك الندم والنعاية، وامطر تراب القبر بدموع عينيك، ما عاد ينفعك الندم والنعاية، وما عاد ينفعك الندم والنعاية. إلقاء حمد العيد.